بنات كتير ما اتعلمتش من صغرها يعني ايه تبقى انثى بجد. وانا واحدة من البنات دي. بس لما كبرت كنت دايما عايشة في صراع بين اني بنوتة وانثى وكيوتة كده، وبين اني مش عارفة اطبق ده ازاي. ومعايا حق بصراحة، ما هو انا ما اتعلمتش. هعرف ازاي؟ ما اتعلمتش يعني ايه ابقى انثى، مش مجرد بنت كده وخلاص. يعني أنا بنت فعلا، بس صفات الذكورة هي اللي كانت طاغية تقريبا على كل تصرفاتي، زي تقريبا 90% من البنات في الوقت الحالي، وهم مش واخدين بالهم. وقفت وقفة كبيرة قوي مع نفسي، وتحديت نفسي إني لازم أتغير. وبدأت أعمل سيرش في كل مكان، وأسأل أي بنوتة أشوفها مكتملة الأنوثة كده وشايفة فيها اني عايزة ابقى زيها، واسألها ابقى انثى ازاي. وبعد بحث طويل قوي قررت اني اتغير من جوه الاول، وبعدين تلقائي ده هيظهر على شكلي من بره. لان معظم البنات فاكرين ان الانوثة يعني اللبس الشيك والميك اب والبرفان اللي ريحته بتودي في حتة تانية، بس الحقيقة ان ده كله مهم طبعا، ولازم نهتم بيه علشان يبين للناس اللي جوانا. بس مش هي دي الأنوثة. الأنوثة اللي بجد بتبقى من جوه، بتبقى من الأفكار، من الدماغ، من التصرفات، ومن الثقة والهدوء. وده بدليل كم من البنات بيستغربوا لما شريك حياتهم مثلا ينجذب لحد أقل منهم جمالا، ويقولوا ايه ده؟ ده احنا مهتمين بكل تفصيلة فينا، واحنا أحلى منها بكتير، ازاي ينجذب ليها؟ الحقيقة ان أنوثة الروح هي اللي بتجذب، مش الشكل خالص. ده طبعا مش مبرر، لكن انا بتكلم ان دي حقيقة. البنت لما بتكون جذابة من جوه وذكية في التعامل وأنثى كده ليدي، هو ده اللي بيخليها تجذب الناس حواليها، سواء شريك حياة أو أصدقاء أو أي حاجة بيكون ليها وزن وتقل كده في أي مكان هي قاعدة فيه. فأول حاجة في رحلة التغيير قررت أغيرها، وهي أزود ثقتي بنفسي من جوه، وخلي ده ينعكس على شكلي من بره. يعني ايه؟ يعني الأول أشوف ايه اللي جوايا محتاج يتغير في البداية كده، علشان أقدر أمتص أي صفة أنثوية جوايا. وتاني حاجة أهتم بنفسي من بره، لأن الاتنين بيكملوا بعض. لازم أكون من جوه الأول كويسة، وبعدين اهتم بنفسي من بره، فاللي جوه هيأثر على اللي بره، وهبان أنثى مكتملة الأنوثة. وفهمت نفسي وأكدت لها إن التغيير اللي أنا عايزاه مش هيحصل إلا لما أآمن وأثق بنفسي وأكون فخورة بيها، وأمنت إني قادرة على التغيير. فبقيت أمشي بثقة، أتكلم بثقة وأنا مش خايفة من انتقاد اللي حواليا. بقيت أفتخر بنفسي بكل حاجة بعملها حتى لو كانت صغيرة جدا. لما وثقت في نفسي بدأت أطلع أو أطبق بعدين كل حاجة أنا عايزة أعملها، من غير ما أبقى خايفة من جوايا يا ترى هيقولوا عني إيه، يا ترى هيتريقوا عليا لما مثلا أحاول إني أتكلم بطريقة معينة. طريقة كلامي مش عجباني، فلما أتكلم بطريقة معينة فيها هدوء مثلا، يا ترى هيتريقوا عليا ويقولوا إني اتغيرت أو إني بتنك مثلا. فأنا لما وثقت في نفسي تجاهلت كل الافكار دي، وما بقيتش مهتمة غير اني بس ازاي اتغير. حتى لو اللي حواليا قالوا عني اني اتغيرت، ايه المشكلة اما نتغير للاحسن؟ ده مش معناه خالص ان احنا متصنعين، لا، احنا في حاجة فينا مش حلوة فاحنا بنحاول نغيرها لحاجة احسن منها. اهتميت بكل انجاز صغير انا عملته. انا خلصت دراستي، يبقى اكيد انجزت انجاز كبير قوي حتى لو كتير غيري عملوه. بقوم برعاية بنتي وقاعدة معاها طول النهار، ياه، ده إنجاز كبير قوي وبيتجدد كل يوم. مهما كانت الحاجة اللي أنا عملتها صغيرة، بستشعر إنجازي إنه أعظم حاجة في الكون. ده بيرجع معدل الثقة لفوق جدا جدا.
مهما كان الإنجاز صغير هيديكي ثقة تدفعك لحاجة أكبر بكتير. يعني اللي عايزة أقوله، أكتر حاجة عززت ثقتي بنفسي إني ما بقيتش أستصغر إنجازاتي، وبقيت بحاول أبقى سعيدة حتى لو أنا مش عايزة أبقى سعيدة، أو اللي هو أنا مش قادرة من جوايا، بس بحاول وبغصب نفسي إن أبقى سعيدة عشان أجذب سعادة أكبر ليا. الثقة بتعطي سلام داخلي، ودي تاني حاجة احنا محتاجينها في رحلتنا. السلام الداخلي بيقضي على التوتر والخوف. الحاجة التانية اللي لازم كل أنثى تعززها فيها هي السلام الداخلي والطمأنينة. مش هتبقي أنثى من الداخل أبدا أبدا إلا لما يعم السلام في قلبك. وأساس السلام الداخلي القوي هو علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وثقتنا فيه. الثقة في الله مش متخيلين بتملأ قلوبنا سلامة وراحة وسكينة ازاي. وعشان نحصل على السلام الداخلي لازم نستبدل قناعاتنا اللي كلها عدائية وأفكار سوداوية، ونبدأ تمارين السلام الداخلي. يلا بينا. استرخي تماما لحد ما كل جزء فيكي يبقى هادي، وقولي: أنا مطمنة، كل حاجة في حياتي هادية، أنا مسيطرة على كل قراراتي، مفيش حد في حياتي أو في غير حياتي يقدر يغصبني أعيش حاجة أنا مش عايزاها. أنا دلوقتي عندي سلام، مش بكره أي حد في الحياة، مفيش حاجة تفرق معايا غير إني أكون سعيدة. تفضلي تكرري كلمات توكيدية انت عايزاها تكون في نفسك وبتديكي راحة. وانت بتعملي التمارين تخيلي كده ان الدنيا وردي من الآخر، وان في سلام في كل مكان، وفي نور جواكي. تخيلي الهدوء والسكينة في قلبك. تخيلي روحك نقية تماما حتى لو انتي مش حاسة كده، بس اجبري نفسك على كده وانتي بتعملي التمرين. اجبري نفسك ان الدنيا زي الفل وان الحياة كلها وردي ومفيش اي مشاكل. هنعمل التمرين ده كل يوم لمدة 21 يوم متواصلين. حاولي في الفترة دي تحيطي نفسك بجوها، يعني ما تفكريش في اي حاجة تضايقك، ما تدخليش نقاشات حد ابدا مع حد. الانثى الحقيقية مش بتدخل نقاشات ملهاش اي لازمة ولا هتغير حاجة لمجرد انها تثبت رأيها. دي من الاخر كده هنسميها فترة تشافي. في الفترة دي لو قابلتي حد مش بيحبك مثلا او بيكن ليكي مشاعر سلبية، عامليه كأنه شخص غريب أول مرة تشوفيه في حياتك. الشخص الغريب اللي أول مرة تشوفيه في حياتك ما بتعامليهوش بود قوي، وفي نفس الوقت مش بتعامليه بعدائية، بتعامليه عادي ببرود، مش بتبقي بتكني ليه أي مشاعر، كأنه ما يهمكيش من الآخر. في الفترة دي هنتخلص من أفكار الماضي والذكريات المؤلمة لأنها بتفقدك سلامك الداخلي. وما تخليش الافكار دي تسيطر عليكي. اول ما تجيلك الافكار دي اقطعيها فورا واعملي حاجة تانية غيرها. حاولي ما تفكريش في اي حاجة تضايقك. دي فترة تشافي لمدة 21 يوم. وعد مني بعد 21 يوم هتبقي نقية من جوه وقلبك صافي ومستعدة تستقبلي كل الصفات اللي جاية اللي هتخليكي أنثى من جوه ومن بره. ادي عهد لنفسك انك هتبدأي فترة التشافي دي، واكتبيلي في الكومنتس لو حابة نكمل السلسلة دي وناوية فعلا تكمليها وتعرفي بجد ازاي تبقي أنثى من الداخل أولا وبعدين من الخارج. هنعمل سلسلة بنتكلم عن كل صفة لازم تكون في كل أنثى، من أول السلام الداخلي اللي هي أول حلقة احنا عملناها النهاردة لحد شكلك من بره ازاي يكون بيرفكت من الآخر. ومع السلامة.